شيخنا نريد منك يعني ذكر بعض تلامذتك من أهل العلم على الساحة الآن. أنا الشهادة لا أستحي إن أنا أقول فلان كان تلميذي، اعفني من هذا الأمر. أحسن الله عليك. يعني الحمد لله كثير من المشاهير، نعم، يعني من أشهر المشاهير يعني سمعوني. هم الشيخ على استحياء هم من أدبهم. نعم. أيضا المشايخ يعني يذكرون ذلك ويتباهون به. وأنا نعم. رأيت الشيخ حسن بالأشبال بنفسه حفظه الله قال أن فضيلتكم شيخ المشايخ. نعم يا شيخ. أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك. شوف يا أخي، على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه فلا علي ولا لي. الله. يعني اللي اتعلم مني أنا اتعلمت منه. الله أكبر. والله يا إخواني، يعني أنا أحدث المشاهدين أن شيخنا الشيخ عبد المعبود الشيخ محمد حسين يعقوب تعلم من الشيخ العقيدة، والشيخ أبو الأشبال والدكتور سيد حسين العفاني والدكتور بدران العيادي. الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بيفتكر بهذا. والله يعني محمد حسين يعقوب يفتكر بهذا. وأنا سمعت منه بأذني والله أنه قال بأننا جلسنا مع الشيخ في مسجد الرحمة سنوات طوال نتعلم علم العقيدة على يديه. نعم. إذا يا شيخنا يعني نخلص إن شاء الله تعالى في نهاية الحلقة أن يعني التقيت بالشيخ حامد الفقي والشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ الهراس والشيخ أحمد محمد شاكر إمام المحدثين. طب هل التقيت بالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أم لا؟ نعم، من فضل الله علي أنني في العمرة التي اعتبرتها ذهبت إلى البلد البريدة أو عنيزة. نعم عنيزة يا شيخنا. نعم. والتقيت بالشيخ وشرفته بأنه دعاني إلى بيته، ولكنني كنت منطلق إلى المدينة ومعي رفقة ورايحين بسيارة. الشيخ ابن عثيمين؟ نعم. ما شاء الله يا شيخنا، ما شاء الله. وأما سيدي وتاج راسي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. والله الدنيا مظلمة من ساعة ما مات هؤلاء. سبحان الله. ونحن أيضا شرفنا، والله شرفنا فعلا يا شيخ. رحت للشيخ ابن باز بيته. ما شاء الله. ما مسست يدا أطيب ولا ألين الله، ولا رأيت رجلا أكثر تواضعا وانكسارا لله مثل الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. ولذلك أنا عامل الطفل الذي بلا أم منذ أن مات هؤلاء، ومعهم الشيخ الألباني عليهم رحمة الله جميعا. رحمة الله عليه. شعرت بشعور السكلة التي ذهب كل أولادها عليهم رحمة الله. عليهم رحمة الله. صلى الله أن يجمعنا بهم في الجنة.